كان في اكتشاف كده زمان، مش عارف فاكرينه ولا لا. سنة 2005 بدأ الدكتور مصطفى السيد أبحاثه على علاج السرطان بالذهب. العلاج باختصار انه كان بيجيب جزيئات الذهب دي ويحولها ويعدلها كيميائيا. جزيئات الذهب دي كان حجمها صغير جدا، بيتقاس بالنانومتر، من 20 ل 50 نانومتر. المهم الجزيئات دي بعد ما بيتم تجهيزها بيتم حقنها في الجسم، وبتسيب كل حاجه في الجسم وبتمسك بس في الخلايا السرطانيه. بس مش معنى الخلايا السرطانيه ليه ما بتمسكش في الخلايا التانية؟ ببساطه الجزيئات دي كان بيتم تعديلها عشان تمسك في بروتين معين، والبروتين ده ما كانش بيفرز غير من عن طريق الخلايا السرطانيه بس. بعدها كان بيتم توجيه الليزر على جزيئات الذهب دي وبيتم تدميرها وبيتدمر الخلايا السرطانيه معاها. بس مش معنى اخترنا الذهب بالتحديد، ليه مش حديد؟ ليه مش ألمونيا؟ ليه مش اي معدن تاني؟ في معادن كتير جدا ممكن نستخدمها. ببساطه اخترنا الذهب لسببين. اول سبب انه ما بيأثرش على الجسم، بمعنى انه مش معدن سام وما بيسببش اي مشاكل في الجسم. تاني سبب وده الاهم، انه بيمتص الحراره بكفاءه عاليه جدا. فلما الليزر يبدا يتسلط على جزيئات الذهب دي، الذهب بيبدا يمتص درجه الحراره بتاعه الليزر كلها ويبدا يسخن ويبدا يدمر الخلايا اللي ماسك فيها، وفي حالتنا دي هي الخلايا السرطانيه. النتائج بتاعه التجربه دي كانت مبشره جدا، لكن لحد دلوقتي ما شفتش النور. انا فاكر وانا صغير كنت اسمع عن الاختراع ده كتير، وكنت فاكر انه خلاص هي سنه او سنتين وهنشوف في السوق عادي. بس واضح الموضوع ما جاش على سنه او سنتين ولسه لحد دلوقتي مكمل معانا. ده لان اي دواء جديد لازم يمر بمراحل طويله جدا قبل اعتماده، تجارب كتير جدا على الحيوانات، وبعد كده مراحل تانية للتجارب على البشر. ده كله عشان نتاكد من حاجه واحده بس، امان الدواء قبل فعاليته حتى. وفي حالتنا دي في تعقيدات كتير جدا بتقف قصاد الاختراع ده. اول حاجه ان الخلايا السرطانيه عند البشر بتختلف في الشكل والنوع والحجم، حتى البيئه المحيطه بيها من نوع للتاني، مش كل الخلايا السرطانيه واحد. تاني حاجه لازم نتاكد ان جزيئات الذهب دي وصلت للخلايا السرطانيه بس، ما تراكمتش في اي حته تانية في الجسم زي الكبد او الكلى، عشان لما نيجي ندمر الخلايا السرطانيه ما ندمرش الكبد او الكلى بتاعه المريض. بس فكرت ليه انا اتكلمت عن الكبد والكلى بالتحديد؟ لو عارف قول لي في الكومنتات. بس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك وفولو. سلام.